الابن أو الابنة الوحيد، واش اختيار ولا قدر؟ هو في الحقيقة ولد أو بنت ملي كتكون بوحدك راه كتكون أنت فريق بكامله، أنت عماد أسرة، أنت مركز الكون بالنسبة لوالديك. كتكبر بكري، كتكبر بكري بكري. علاش؟ لأن من الصغر لا تجالس ولا تجالسين إلا الكبار، وعلى راسهم والديك. آه فينا هي العفوية ديال الطفولة؟ كتضيع. البعض كيسمي هادشي قروح، كاين هادي كلمة قدحية ما صلحاش، كانت هي التربية اللي كتعتمد العصا والعنف. الرزانة كتربحها من الصغر، ولكن كتفقد الشغف والبسالات بين مزدوجتين، البسالات الزوينة ديال الصغار. انت ولا انت ماشي بوحدك، انت ماشي وحيد، انت ماشي وحيدة، انت مكتفي بذاتك فقط، وهذا انجاز وربح. ولكن التحدي الكبير هو كيفاش يمكن لك تعلمي تقسمي المساحة مع الاخرين. ماشي غير مساحتك الجغرافية، بيتك، لعابك، حويجاتك، فليساتك، خاطرك، صبرك، افكارك، صداقتك. القوة ديال الاستقلال راها يمكن تحول الخطر، وبلا ما تشعروا تبني عليك جدار، وتولي بصح عاد وحيد اناني ونرجسيه. فيك الوالدين والاسره وكل من كيبغيوك، فيك الابنه، فيك الصديقه، فيك المستشاره. وفي الواقع بالنسبه لباك وامك فيك بنت او ولد وحيد، فيك العالم كله. والحمايه المفرطه اللي غتعرض ليها بسبب الحب الكبير اللي كتلقاه هي الضريبه ديال الحب. ضريبه الحب هي ديك الحمايه المفرطه اللي يمكن تزعجك. عاطفتك اللي كتهز على الوالدين كتكون ثقيله عليك وجدانيا مع الوعي ومع النضج، لانك كتكون عارف بانك انت الشاهد الوحيد، انت الشاهده الوحيده على الذكريات، وانت الحارسه او الحارس ديال الارث ديال العائله. العائله كتختار لك الاصدقاء باسم الحب، باسم الحمايه، باسم الخوف عليك، ولكن مسؤوليتك اختيار اصدقاء الروح، اخوه الروح اللي غادي يعوضوا ديك الاخوه اللي ما كايناش. واش انت اللي كتشوف هذا الشيء وحيد، او كنتي كتمنى انك تكون وحيد؟